السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم غادي نهضروا في هذا الموضوع ديال البنت المثقوبه بالدارجه المغربيه. انا ما تنهضرش باللغه العربيه، كنهضر باسلوب عامي شعبي باش تعمل فائده للجميع، كل شيء يستافد، كل شيء يتواصل معايا. اللي خصكم تعرفوا، المهم انا ما غاديش نطول في الموضوع، لانه الموضوع الا بغيناه بلغه الخشب وداك الشيء ندخل لجوجل. نهضر معاك باللغه ديال الشعب، ولاد الشعب. البنت المثقوبه اللي خصكم تعرفوا انه ممكن هاد البنت ما تكونش مثقوبه، وتقدر تكون ظلمتيها، لانه كاين بزاف ديال الانواع ديال البكاره. كاينه بكاره غرباليه، كاينه بكاره مطاطيه، كاينه بكاره كاين واحد النوع اللي نادر تكون عندهم ما عندهمش البكاره. ولكن اللي كيهم اكثر، اللي كيكون مهم اكثر هو الممر. واش وحده مشات ودارت اوبيراسيون، مثلا دارت اوبيراسيون ب 1500 درهم، دابا راه ولات كدير واحد البكره غير 400 درهم ديال الشينوا، تجي تلصقها وهي دوزات الوعاوع الكحلين، وفي الاخير انت تبوس ليها راسها حيت داز ليها الدم، حيت هي راه بنت وهي راه غير قولباتك. وممكن تكون شي بنت اللي عندها بكره مطاطيه، اللي هي مثلا كيدخل العضو ديالك كامل ويعاود يخرج وما كيدوز لا دم لا والو، هي راه باقا بنت. وهذا النوع هذا ما كيتثقب حتى كتولد، حتى كيبغي يخرج الجنين، او لا بغيتي تثقبها كيخصك تمشي ديها دير ليها اوبيراسيون. ولا تقدر تكون من واحد النوع اللي مثلا كنقولوا ليها مثقفه باللغه العاميه. هذا النوع هذا كذلك ما كتثقبش، ولكن كتثقب ملي كتولد، كذلك عاد كتثقب، ولكن تيكون غادي يبان الزوج ديالها في اثناء ليله الدخله ديالهم، غادي يبان لي انه هذاك الممر جد ضيق، ماشي وحده داز ليها الدم وعندها طريق لوطوروط وتيوصل حتى للمعده. راه كاين فرق، خصكم تفهموا معايا، الله يجازيكم بخير، استوعبوا معايا هاد الهضره اللي تنقول لكم. كذلك كاين واحد النوع اللي كتخلي لقدام، هي عندها البكاره، هي لابارتي مزيانه، كلشي مزيان، ولكن هي كتمتهن هذاك الحرفه الخايبه من المسلك الورائي، كتعطي اللور. داكشي علاش خصكم تعرفوا انه هذاك الجدار ماشي ديما كيكون معيار ديال الشرف ديال البنت. هو ضروري خاص كل بنت تحافظ على الشرف ديالها وما تخليش يضيع عليها، وما نحكموش على اي واحد. ولكن راه كاينين بزاف منكم كيتقولب يخلي بنت مثلا يقدر يتزوج بها ويخليها على اساس انه هي راه ما خرج ليهاش الدم ديك النهار، ممكن يكون فيها هي غير بوصفير، تكون تقبتيها انت تقبتيها وغير ما خرج الدم، ما خرج الدم، وتخليها وتزوج وحده دوزت الفضيح الكحلين من اللور والقدام راه عندها مزيان. في الاخر غادي تبوس لها راسها وتعطيها كادو كوم كوا راها فيرج، وهي راه ما كاين لا فيرج ولا والو، فيرج راه غير من هذيك الجلده، اما هي راه دوزت الحرب العالميه الرابعه والخامسه والسادسه اللي جايين من هنا لقدام. هادشي اللي كاين. جزاكم بخير. خصكم تعرفوا هاد الامور هادو. ممكن تدخلوا لجوجل وتبحثوا على هاد الانواع ديال البكارات، تبحثوا عليهم تشوفوا كل نوع كيفاش دير، وكل نوع كيفاش خصكم تتعاملوا معاه. وبالنسبه للبنات، الا بغيتوا تعرفوا نوع البكره ديالكم قبل الزواج مباشره، يعني قبل الزواج مباشره ما تمشيش عند الطبيب عمومي، ولكن سيري عند طبيب اختصاصي، هو اللي كيحدد لك نوع البكره ديالك بالضبط باش تعرفي كيفاش تعاملي معاها. هادشي اللي كاين في هذا الموضوع هذا، هضرت فيه باختصار باش ما يكونش واحد الملل. وسميتو شنو اخر. وهذا الفيديو هذا درتو تلبيه الطلبات ديال البنات اللي قالوا لي هضري لنا في هذا الموضوع هذا.